النهاردة معانا حلقة جديدة وهتكلم فيها معاكم من قلبي. فكرة انك تطلب زيادة راتب دي لوحدها مشكلة، فما بالك اللي راح طلب زيادة في المرتب ومديره قال له مش وقتها دلوقتي، وكمان قالها له بهدوء، يعني ما كانش فيها اهانة. الراجل كان رد بابتسامة، وهو كمان رد عليه بابتسامة وقال له شكرا ومشي. لكن وهو راجع ساكت، فاتح مزيكة العربية ومش سامع منها حاجة. دخل البيت حضن ولاده بس من غير نفس، قاعد قدام التلفزيون بس مش مركز. جواه حاجة بتتكسر ومش عارف يسميها. هو زعلان؟ لا. غضبان؟ لا. يمكن محبط؟ يمكن، بس مش متأكد. هو في الحقيقة في معركة داخلية، معركة شغالة بس هو مش واخد باله منها. في اللحظة دي هو بيحصل جواه حاجة من غير ما يحس. اللي بيحصل إن مش عشان اترفض، لا، اللي بيحصل ده عن صوت قديم صحي جواه. صوت بيقول له شايف، انت مش مستحق، كل مرة هتطلب هتترفض، هو ده مكانك، أقل من اللي حواليك. في تحليل نفسي داخلي بيشتغل، وفي فيلم شغال جوه عقله، لكنه مش شايف ده، ولا شايف الكاميرا، ولا شايف المخرج، ولا حتى الجمهور. خليني أقول لك على دراسة مهمة للعالم بنجامين ليبت سنة 1983. ثبت فيها إن المخ بياخد قرارات قبل وعينا ب7 ثواني بس. يعني في رد فعل داخلي اوتوماتيكي بيشتغل، وبعديها بتيجي التبريرات اللي بيقعد المخ يشتغل عليها. سألت نفسك ايه انواع المعارك اللي بتحصل جواك؟ اوقات كتير انت مش بترد على الموقف، انت بترد على اللي جواه. يعني المدير رفض، انت ما زعلتش منه، انت زعلت من الشعور القديم بالرفض. حد تجاهلك، اه، مش بتتضايق منه، بس انت بتتضايق من فكرة انك مش مهم. حد اتقدم عليك وانت حسيت انك اقل، مع انك ما كنتش في المنافسة اصلا. المعارك دي انواع، وبتحصل معانا بشكل مختلف كل يوم. معركة الخوف ضد الشغف، الراجل اللي جواك بيحلم ضد الراجل اللي اتربى يخاف. الامان الزايف ضد التغيير الحقيقي. الصوت اللي بيقول لك اثبت ضد الصوت اللي بيهمس لك انت مش كفاية. تعالوا نفكر مع بعض ازاي تعرف ان في حرب جواك. لو بتتوتر من مواقف بسيطة بتحصل لك، الناس فاكرة انك اوفر رياكت، يعني الحقيقة انك مش قادر تشرح اللي بيحصل جواك. بتنسحب من غير مبرر، تقول مش عايز، لكن الحقيقة انك مش عارف تواجه. بتشتغل اكتر من اللازم، ولا بتتهرب من كل حاجة عشان تهدي الصوت الداخلي اللي بيحكم عليك طول الوقت؟ كل مرة حد يقولك كلمة بتحس إنها أكبر من حجمها، لأنها لمست حتة فيك فيها وجع قديم. إزاي ترصد الصراع قبل ما ياخدك؟ في كتاب Thinking Fast and Slow للعالم دانيال كانهمان بيشرح إن عندنا نظامين للتفكير: التفكير السريع التلقائي العاطفي للمبني على تجارب سابقة، والتفكير البطيء المنطقي الواعي التحليلي. المعركة كلها بتحصل في التفكير السريع، لأنه بيشتغل قبل ما تلحق تقول لنفسك استنى خلينا أفكر. عشان كده أول خطوة هي إنك تاخد بالك إن في معركة شغالة. علشان كده أول خطوة هي خد بالك إن في معركة شغالة. اسأل نفسك،
أنا متضايق من إيه بالظبط؟ هل ده إحساس جديد ولا اتكرر قبل كده؟ والقرار اللي باخده ده نابع من الرغبة ولا من الخوف؟ أكيد في أدوات لفك الاشتباك الداخلي اللي بيحصل جواك دي. تعالوا نشوف لو حسيت إنك في معركة، إيه اللي ممكن تجربه عشان تعرف تفك الاشتباك ده. تسمي الشعور، يعني الشعور اللي بتحس بيه يبقى له تسمية واضحة. أنا حاسس بالرفض مش الغضب، أنا خايف مش مشغول. اكتب القصة اللي بتحصل معاك النهاردة وافتكر هي فكرتك بإيه قبل كده، وأجل قرارك ليوم واحد عشان تخلي وعيك يلحق يقود الموقف بدل رد الفعل السريع. رابع حاجة، تتكلم مع حد بتثق فيه. المراية التانية هتساعدك تشوف جواك اللي انت مش شايفه. خامس حاجة، سامح نفسك انك مش دايما جاهز للحرب. الوعي مش انك تكسب كل مرة، الوعي انك تعرف ان في حرب شغالة اصلا. وفي النهاية احب اقولك كلنا عندنا الصوت بيصرخ جوانا، في ناس بس هي اللي بتاخد بالها منه والباقي بيتجاهل. انت مش مجبر تكمل في الطريق اللي عقلك الباطن رسمه من 10 سنين. انت تقدر توقف، تبص جواك وتقول انا مش هرد المرة دي، انا هختار. المعارك اللي جوانا مش عيب، العيب انك تمشي وراها. العيب انك تمشي وراها من غير ما تاخد بالك انها بتحصل.